اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة نانسي الجمال. ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ الحكاية في مدرسة. كانت المدرسة قاعدة وقدامها ولد وبنت. يلا يا رهف اعتذري بقى لزميلك. يلا بقول مستحيل ان انا اعتذر من ده ياي. وانا كمان مستحيل ابدا اعتذر من دي. تمام قوي الكلام ده. اهاليكم بقى لازم يحلوا المشكلة ديت. انا مش فاضيه لكم انتوا الاتنين. ومامة رهف وابو ركان كانوا وصلوا مدرسة. انا اسفة جدا على اللي بيحصل ده. انا اتنادت باحراج. على فكرة بقى يا مامي هو اللي غلطان مش انا. رهوفة حبيبتي احنا قلنا ايه؟ حتى لو حد عمل لنا حاجة وحشة احنا لازم بقى نبقى احسن منه. وانت بقى يا استاذ ركان عملت ايه المرة دي؟ يا بابا على فكرة انا ما عملتش حاجة ابدا، بس انا مستحيل بقى اقبل البنت ديت يتقال عليها اختي. انا قلت اهو شفتي يا مامي، قلت لك البني ادم دوت محتاج علاج واكيد بقى ورثه من باباه. فايه رايك بقى تلغي الجوازة دي؟ ايه ده حضرتك يا مدام نور؟ وكمان استاذ يوسف هتتجوزوا؟ ده خبر سعيد جدا، ده كل المدرسة هتفرح بيه. بس اتمنى تحلوا مشاكل الاولاد عشان انا ورايا ناس غيرهم وشغل كتير قوي. وانا المرة دي كمان مش هاخد اي اجراءات عشان طبعا حضراتكم. خرجوا بره المدرسة. خلونا يا جماعة نروح وبعدين نحل المشكلة دي سوا. يلا اتفضلوا. ايه اتفضلوا فين؟ في عربيتنا احنا ليه يا بابا؟ هي جايه معاك ولا ايه؟ هو انتوا كنتوا سوا؟ هياي عيل صغير قوي يا ابني، اكبر شويه. في يا ركان بلاش جو البيبيز ده، احنا كبار على فكره. اللي بتتكلم ديت هي بقى اللي ضربتني في المدرسه وفي الاخر بترمي اللوم عليا انا. عجايب. رهف قربت منه بضيق. ايوه لان مين طلب منك تروح لمعاذ وتقول له ما يقربش مني عشان قال ايه؟ انت اخويا ها؟ وترجع بقى تشتكي ان انت مش عايز حد يقول علينا اخوات. ما انا لازم اعمل كده طالما سيادتك بقى بتقربي من الولد اللي سمعته بايظه ده، صح ولا ايه؟ هو انت مالك انت ها؟ ايه من بقيت اهلي ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا حره اروح بقى ديت مع اللي احبه. سمعت يا بابا سمعت؟ البنت دي مستحيل ابدا تبقى اختي. انا قلت اهو تمام. رهف ايه اللي بيتقال ده؟ من امتى وانت بتروحي ديت؟ انت بتخبي عليا حاجه واحنا متفقين كل حاجه اتقال؟ يا مامي لا مش كده، هو معاذ بس زميلي، بس يعني احنا بنستلطف بعض. مستحيل طالما ركان قال ان هو ولد مش كويس يبقى تبعدي بقى عن الولد ده، مفهوم؟ مستحيل يا مامي. يعني انت دلوقتي مصدقه كلام ركان ده؟ هو مكذباني انا وفي الاخر عايزه تمشي كلامه هو؟ طب على فكره بقى يا مامي انا مش صغيره واقدر اقرر مين كويس ومين لا. بنت انت اسمعي كلامي مفهوم؟ مفيش كلام مع الولد ده تاني نهائي، فاهمه ولا لا؟ هيو طب على فكره بقى ده ظلم جدا. يا رب ما تتجوزوا ويبعدوا بقى عن حياتنا. ايه القرف ده؟ يا رب يا اختي انتوا اللي تبعدوا عن حياتنا وتسيبوني بقى انا وبابا. الله. وركبوا العربيه. بص كل واحد من الشباك بضيق ويوسف اتنايب بيأس. وبعد وقت وصلوا على بيت رهف اللي نزلت بسرعه ووقف يوسف مع نور. كنت قاسي عليها قوي يا نور، دايما كنت بتقولي لي انكم بتقنعوا بعض وبتتفاهموا، لكن بقى اللي انا شفته دلوقتي مختلف تماما. يوسف وانت ما سمعتش ابنك بيقول ايه؟ بيقول ان الولد ده مش كويس واكيد هي مش هتقدر تقرر احسن من ولد زميله، فلازم اخاف عليها وتتعلم ان كلامي هو اللي بيمشي بس بالاقتناع والهدوء. وبعدين ما تنسيش بقى انها مش طايره كان عشان تقبل تمشي على رايه، فبالراحه احنا بقى مش عايزين مشاكل اكتر في الجواز. ابوس ايدك. دي حرب مش جواز، بس انا هحاول معاها. اوكي ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. ركب يوسف العربيه واول ما قفل الباب بابا انا رافض الجوازه دي ومستحيل اقبل بدول عيله لينا. وعند نور مامي انا غيرت رايي ومستحيل تتجوزي ابو ركان، يا اما بقى هزعل منك جدا انت حره. وبعد 4 سنين يا رهف اصحي يا بنت بقى اصحي. دي مستحيل تصحى، لو فضلنا حتى ننده عليها اسبوع هتلاقي برضو زي ما هي. اطلع عندها يا ركان يلا بسرعه. يا بابا على فكره هي ما بقتش صغيره، احنا في تانية كليه وكل مره بقى تنسى ميعاد المحاضره وانا صحيها. انا زهقت منها على فكره. ركان خلاص بقى. رهف اختك في ايه؟ قلت لك مستحيل تكون اختي حتى لو عدى على جوازكم مليون سنه، انا قلت اهو. ودخلت عليهم رهف. ياي انا اللي هموت مثلا وابقى اختك؟ هو انت مفكر بقى ان انا عايزه اكون اخت واحد شبهك انت؟ يا ريت بس يا حبيبي تفضل مخبي بقى ان احنا نعرف بعض. اوكي اكيد طبعا، ما مين فينا عايز يتقال عليه اخو واحده رخمه؟ يا مامي شايفه يا مامي، شايفه يا بابي، شايفين بيتعامل معايا ازاي؟ صدقوني في الكليه اوحش كمان. بقول لكم يا انا ماشي، مش عايز كلمتين على الصبح في جنابي بسبب عيله زي دي. وفي الكليه رهف كانت قاعده مع اصحابها وقرب منهم ركان واصحابه كانوا معاه. ايه ده هما دول جايين هنا ليه؟ انا اتعرفت عليهم وعرضت نبقى اصحاب. اصل انا بصراحه بقى استلطفتهم جدا، دمهم خفيف وبصراحه يعني معجبه بواحد فيهم. ويا ترى بقى معجبه بمين؟ اللي هناك ده اسمه ركان. بليز لما يجي بقى خلونا نقعد شويه لوحدنا. وصلوا الشباب وسلموا عليهم، قعدوا كلهم سوا وكان ركان ورهف بيجهلوا بعض خالص. كانت رهف بتراقب هناء وهي بتحاول تقرب منه بس كانت متضايقه قوي. مالك يا رهوفه؟ قلبه وشك ليه؟ وليه مش بتتكلمي مع حد خالص؟ ابدا شفت حاجه كده قفلت يومي. طب خلاص فكي بقى. بصوا اعرفكم، ده ركان زميلينا هنا وشاطر جدا وكمان بيلعب سله تحفه. ودي بقى رهوف اقرب صاحبه ليا. ركان حرك راسه بملل. ايه مش بتعرف تتكلم ولا مش متربي بقى ترمي سلام على الناس؟ لا بس مش متعود يعني اسلم على حد اقل مني، هو كمان مش قابله. نعم اقل منك ليه؟ ايه انت ابن بقى نجيب سويرس ولا ايه؟ لا تكون ابنه واحنا ما نعرفش. ايوه
الناس السطحيه اللي زيك ديت هي اللي بتحكم بالفلوس، معلش بقى. لكن انا بقى بحكم بالدرجات تقريبا كده. انت GPA بتاعك من ضمن اقل 10 في العالم، صح ولا ايه؟ ما احنا مش كلنا بقى بنشتري امتحانات وندخل نكتبها. ما هو الفشله دايما بيشوفوا النجاح غش وسرقه. هنعمل ايه بقى؟ مش كل العقول بتفهم كويس. على فكره بقى، انت انسان قليل الادب وقليل الذوق كمان. هو انت تافهه جدا وما تربيتيش ولا تعرفي معنى للذوق. الاتنين بصوا لبعض بعصبيه، وكان الكل باصص عليهم بتركيز وكمان صدمه. واضح كده ان في مشكله تفاهم بسيطه هنا. نهدى شويه، نهدى. وبعدها مشيوا واتنهدت هناء. غبيه قوي يا رهف، ضيعتي الواد مني. اعمل ايه بس؟ بعد يومين، هو اسبوع واحد بس هنسافره، مش عايزين بقى نرجع ويكون في مشاكل زي كل مره، اوكي؟ انا نفسي احس مره واحده انكم فعلا كبار وعاقلين. تعبتونا بجد. قولوا له هو انا كل مره مش بعمل مشاكل ولا اي حاجه، هو اللي خنيق. طبعا عارفين شخصيه الملاك دي وراها ايه، بس انا هحاول ما اعملش بقى قلق، او على الاقل مش هعمل مشاكل كبيره. انا واثق يعني في صدقك ده حتى مش قادر يوعدنا ان مفيش مشاكل خالص. يخرب بيك كده، ايه العيال دي؟ خرجوا يودعوهم، واول ما اتحركت العربيه لفت رهف ناحيته. اسمع يا بتاعي انت، انا هحضر فطار والغدا بقى عليك انت، والعشاء كل واحد مسؤول عن نفسه. هغسل مواعين مقابل الفطار قليل، ولو الغدا يوم ما عجبنيش هتندم. غير كده بقى يا ريت ما نتعاملش سوا لحد ما يرجعوا، تمام؟ دخلت البيت وركانت نهب بملل. ليه يا رب بس؟ ليه بابا كمل في الجوازه ديت؟ مش اهون يعني كان عايش عازب؟ وتاني يوم نزل ركان عشان يفطر. ايه ده؟ كورن فليكس؟ حد قالك ان انا لسه عندي 10 سنين عشان افطر يعني كورن فليكس؟ اعمل لي حاجه عدله. وبعدين يا امي ايه ده؟ ركان سكت بصدمه لما لفت ناحيته، وكان شعرها منعكش ووشها مجهد. نعم انا صاحيه من بدري وكنت واقفه اعمل لك تاكل، وانت برضو مش عاجبك اكلي. اعمل لك ايه يعني؟ لا بالعكس، انا كنت بهزر. انا اصلا اللي كنت قايل لهم انهم يجيبوا كورن فليكس في البيت. حتى بصي اهو، هاكل. ركان اكل وقعدت رهف تاكل. الحياه وحشه قوي من غير مامي، حتى الكورن فليكس طعمه وحش جدا. لا بالعكس، طعمه جميل، انا خلص كله اهو. بس يا ركان سيبه، ده طعمه وحش قوي، انت بتاكله ليه؟ يا ستي حتى لو وحش فانت صحيتي بدري مخصوص، وشكلك تعبانه قوي، وكل ده عشان تحاولي تعمليه. يا سلام، وانت اكتشفت بقى فجأة كده ان انت جنتلمان؟ بصلها ركان بسخرية وسكت، واتنهدت رهف. ماشي، عارفة انك دايما كده وان دي مستك الوحيدة. على العموم مش لازم يعني تجاملني، وكمله واطلع يلا البس، هعزمك على فطار بره. ماشي. شكلك على فكرة مخيفة قوي، وانت متعصبة كده. قلت يعني اعرفك المعلومة بس. اطلع بدل ما اغير رأيي وقعدك تاكلوا بقى كله. يلا. الاتنين غيروا هدومهم وخرجوا سوا، وبعد ما فطروا. يعني ايه تدفع انت؟ انا اللي عازمك يا ركان. بس انا مش متعود خالص ان انا اسيب بنت تدفع وانا قاعد كده. كل فلوسك هتخلص في الاجازه دي. لا انا عامل حسابي من بكره ان شاء الله اصحى بدري، هعلمك تعملي فطار. يا سلام، طلعت فجاه كده بتعرف تعمل كل حاجه. بس مش مشكله، انا اروح دلوقتي ايه ده؟ هما ما سابوش مفاتيح العربيه؟ طب اروح الكليه كده ازاي؟ صح. طب بصي انا ممكن اوصلك استنى، مستحيل. يعني عايز الناس بقى يشوفونا مع بعض ويقولوا ان انا بحبك؟ ياي، هو انت ليه محسني كده ان انا جرثومه؟ ما عادي يعني، ممكن اتحب. على العموم يا ستي انا هنزلك بعيد، يا اما بقى اطلبي اوبر. لا خلاص، تعالى انت وصلني وانزل بعيد، ولو حد بقى شافنا هقول انك اتحايلت عليا عشان اركب، عشان اقبل بس اعتذارك عن السخافه اللي عملتها اخر مره. ركان اخد نفس عميق قبل ما يرد بهدوء. انا بحاول ما اعملش مشاكل معاكي ونعدي ايامنا على خير، يا ريت ما تصعبهاش عليا اكتر من كده. خلاص اوكي، حافظ انت بس على اعصابك كده. برافو عليك، يلا بقى وصلني. وفي الكليه الاتنين اتجاهلوا بعض، لكن فجاه دخل معاذ وقرب من رهف. اتمنى بقى ان انت ما نسيتيش انا مين. افندم؟ وهو انا المفروض اعرف حضرتك يعني ولا ايه الهبل ده؟ يلا امشي من هنا. ايوه بس انا فاكرك يعني من ايام مدرسه، رهف اللي كانت كل يوم تتعارك مع ركان وكانت زي القمر. انت بقى نسيتي معاذ؟ ده احنا حتى كنا يعني بنستلطف بعض، ولا انت ايه رايك؟ معاذ؟ ركان مين؟ شكلك كده افتكرت اسم الولد بقى غلط. اقصد يعني انا افتكرتك. بقولك ايه، تعالى ثواني كده. بعدت عن بنات، وكان ركان على ترابيزه قريبه بيراقبها بهدوء. معاذ يخرب بيتك، عامل ايه؟ وانت جاي هنا ليه؟ وايه اللي جاب سيره ركان؟ ايه كل الاسئله دي؟ انا قلت على الاقل هتقولي يعني وحشتني. وسوري بقى ان انا قطعت كلام معاك فجاه كده لمده 2 سنين. والله انا براحتي اكلم اللي انا عايزاه، محدش يجبرني على حاجه. لسه زي ما انتي فعلا، ما اتغيرتيش. هترد على الاسئله؟ هو اللي اقولك مش مهم، بس يا ريت بقى ما تجيبش سيرتي انا وركان سوا تاني، او احسن بقى ما تتكلمش معانا مع بعض. رهف اتحركت، لكن معاذ مسك ايديها ووقفها. ايه ده؟ وانتي لسه بتكرهيه؟ يبقى اكيد ما بقاش اخوكي، وامك بقى ما اتجوزتش ابوه، صح؟ رهف شدت ايديها، وقبل ما تتكلم ركان كان راح لهم وشدها وراه. انت مين يالا انت؟ وازاي تمسكها كده؟ انت يا روح امك. اوبا، ده انت لسه موجود بقى؟ امال كنت عماله تقولي بقى ما تجيبش سيرته؟ معقوله بقيتوا مع بعض؟ ده ارتباط بقى ثنائي، ابوه ياخد امك وهو ياخدك، صح ولا ايه؟ انت هبل يا معاذ، ما تتكلم عادل كده. هو انت يا ركان ايه ده شويه؟
خلينا نمشي. الله، ده بقى بيسمع كلامك كمان، اكيد مدلعاه. ويا ترى بقى عايشين سوا ولا كل واحد في حته بقى؟ عيب برضه، انتوا كبار ها. لا بقى، ده انت متخلف قوي ومحتاج فعلا ربايه. تعالى لي بقى حلو. ركان هجم عليه وفضل يضرب فيه، ورهف بتحاول تبعده عنه. خلاص يا ركان خلاص، عشان خاطري سيبه بقى، هتفضحنا. ركان سابه ومسك ايديها شدها وراه، اخد شنطتها من عند صحابها اللي باصين ليهم بصدمه، واتحركوا على العربيه. وفي العربيه: انت اتجننت؟ ازاي تعمل كده يا ركان؟ انت عرفت الكليه كلها ان احنا نعرف بعض، ده غير الحيوان اللي ممكن يأذيك بعد كل الضرب اللي انت ضربته له. انا اسف جدا ان انا يعني ما عرفتش اسكت وامشي لما الحيوان ده لقح بكلامه على شرفك، وكل حاسس ان انا اعرفك. فعلا كان لازم اسكت وهو بيشوه سمعتك، صح؟ رهف سكتت باحراج وبعدها اتنهدت. اوكي سوري، ما كانش ده قصدي، بس انا مصدومه من اللي حصل. على عمي يا سيدي، طنش الكائن ده بقى، وريني ايدك كده، عايزه اشوف حصل لها حاجه ولا ايه. لا ده دمه هو، ما تقلقيش وما تضايقيش من اللي قاله. انا اعرف بقى ما خلوش يجيب سيرتك اصلا. ياه، فجاه كده بقيت بتدافع عني؟ ايش معنى هنا؟ عشان يعني انتي اختي. اختي لازم بقى ادافع عنك. اختك. اكيد واضح، اصل همجي زي كده، ازاي يعني اخو ليدي زيي؟ ماشي. اسكتي بدل ما انزلك بقى في نص الطريق واوريكي بقى الهمجيه على اصولها. اخرسي بقى ها. تاني يوم ركان صحي معاها بدري. ايه ده؟ ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ اكيد مش كل يوم هناكل بقى كورن فليكس بويز. احسن من حد كده لا حضر ولا طلب غدا ونمنا جعانين. ها خلاص بقى، هعوضك النهارده. يلا بس خلينا نحضر سوا الفطار. حضروا الاكل وفطروا الاتنين مع بعض. انا هروح النادي مع البنات، عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. هقول لهم ان انت اعتذرت وبقينا اصحاب وانت دافعت عني. طب انا شايف ان الاحسن يعني تقولي ان احنا قرايب وبنتخانق كتير ومفيش بينا قبول، عشان ما نضمنش بقى معاذ دوت هيعمل ايه تاني. عادي يعني، ما يعمل اللي هو عايز يعمله، انا اصلا مش بيفرق معايا حد. طبعا اكيد، هو براحتك، قولي اللي انت عايزاه واللي انت تحبيه. بعد يومين نزلت رهف عشان تخرج مع هناء، ولما وصلوا على المكان: ايه ده؟ ايه المكان ده؟ شكله يا هناء مش مظبوط، خلينا نشوف حته تانية، انا قلقانه. لا انا هقابل حد جوه بسرعه كده وهنمشي، مش هنطول يعني، يلا تعالي بس. رهف خرجت تليفونها وبعتت مسج لركان عشان كانت قلقانه: بقولك ايه، انا هقوم كده اجيب لنا عصير بسرعه، اوكي؟ لا انا مش عايزه، خلينا بس نمشي بسرعه، يلا بقى. لا ما هما لسه ما وصلوش، 10 دقايق كده وهنمشي. راحت هناء تجيب العصير ومسكت رهف تليفونها بتلعب فيه بتوتر وخايفه ومش عارفه من ايه. خدي يا حبي اهو عصير مانجا من اللي انت بتحبيه، معمول مخصوص عشانك. اوكي ماشي، بس خلينا بقى نمشي، المكان ده سمعته مش حلوه ويقلق كده. طب نشرب بس العصير الاول، يلا بس يلا اشربي يلا. رهف شربته بسرعه وبعدها وقفت: اهو يا ستي يلا بينا بقى، انا زهقت. خرجوا سوا وهناء بتراقبها بتوتر: هناء انا دايخه قوي، خلينا نروح وننزل بقى يوم تاني، حقيقي مش قادره. الف سلام عليكي. طب بقولك ايه، استنيني هنا، هجيب العربيه بسرعه واجي. طلعت رهف التليفون واتصلت بركان: يا رهف في ايه؟ ليه ما بترديش عليا؟ وايه اللوكيشن اللي انت بعتيه ده؟ هو انت كويسه؟ مش عارفه يا ركان، المكان مش حلو فبعت لك لايف لوكيشن، وانا دلوقتي دايخه قوي. ركان ممكن تيجي تاخدني؟ مش حاسه بنفسي. في ايه مالك؟ طب بصي خليكي مكانك وخلي الداتا مفتوحه عشان اللوكيشن يفضل بقى ظاهر لي 5 دقايق وابقى عندك. اهدي ها. رهف قفلت معاه وحطت الموبايل في شنطتها بعد ما عملت اللي قاله، وفجأة بتبص اتصدمت: معاذ انت بتعمل ايه هنا؟ ابدا يا حبي، انا جايه بس عشان ارد بقى للدكر بتاعك الضربتين اللي عارف يدهم لي. مش فاهمه انت تقصد ايه يا معاذ؟ لو سمحت امشي من هنا، ومش ناقصه مشاكل. لا دي ناقصه وناقصه قوي يعني، بس تصدقي كذا حد مش بيحبكم. يعني مثلا اقرب صاحبه ليكي اللي اسمها هناء ديت بعتك في ثانيه، وهي بقى اللي شربتك المنوم، وكل ده عشاني. بس ليه يعني ما كملتش كوبايه؟ كان دلوقتي زمانك بقى نايمه ومخليه كل حاجه اسهل. يخرب بيك كده. رهف حاولت تبعد عنه لكنها ما قدرتش، وبسهوله شدها معاذ معاه وراح لعربيته. ابعد عني، سيبني يا معاذ ارجوك. معاذ مش قادره اتكلم، ابعد. ياه، رهف بنفسها بتترجاني انا. دي معجزه فعلا، بس للاسف ماليش مزاج ابدا يا رهف اسيبك، انا لازم اخد حقي وافضحك بقى في الجامعه كلها. رهف في الوقت دوت ما كانتش قادره تتحرك، وبصعوبه جدا بتقاوم عشان تفضل مفتحه. يا بنتي انسي، استسلمي بقى للمنوم ده خالص، احسن ما تحسي بقى باللي عملوه فيك يا رهف. اوعي تفوقي ها. انت حيوان ومش هتقدر تقرب مني، فاهم؟ اما نشوف بقى مين هيقدر يحميكي مني. وصل معاذ تحت عماره ونزل عند رهف عشان ينزلها. انزلي بقى يا شيخه، يخرب بيتك، لسه فيكي طاقه واعصاب بعد كل ده عشان تفضلي يعني ماسكه كده؟ ازاي بتعملي كده؟ انزلي بقى. الله. شدها معاذ بعصبيه وراح بيها ناحيه العماره، بس وهم على السلم حد شده بقوه ووقعه. ايه ده ركان؟ انت جيت ازاي هنا؟ انا جاي اربيك يا زباله، والله اللي هندمك على فكرت تعمله. جري معاذ بقلق وركان اخد رهف
اللي أغمى عليها أول ما شافته واطمنت. راكان رجعها البيت وسابها في السرير بتاعها، وبعدها خرج. بعد كام ساعة رهف صحيت وقعدت تعيط. خرجت بسرعة عشان تدور على راكان. راكان يا راكان، انت فين؟ انا خايفة قوي، ارجوك يا راكان، تعالى يا راكان. راكان فتح باب البيت، واول ما شافته طلعت تجري عليه وحضنته بقوة. راكان، انت رحت فين؟ انا كنت خايفة قوي، شفت الحيوان كان عايز يخطفني ومش عارفة كان هيعمل فيا ايه. اهدي خالص، مستحيل يعرف يقرب منك وانا موجود. اقعدي واهدي خالص. هديت رهف ولفت ناحيته. شفت هناء الحيوانة؟ اتفقت وعملت كل ده معاه. اكيد دي غيرة عشان مفكرة بقى ان في حاجة ما بيننا. طب والله لو اوريها. ده اللي انت محتاجة تشوفيه، وصاحبتك دي عيلة هبلة، ما تأمنيش تاني ليها. شغل لها فيديو كان هو واصحابه بيضربوا معاذ فيه. صدقيني الزفت ده هيفكر مليون مرة قبل ما يحاول يقرب منك تاني. راكان شكرا جدا، انا اصلا لولاك كان زمانه يعني. ما تفكريش ولا تقولي حاجة كده ابدا يا راف، وانا موجود اصلا عشانك. نور ويوسف رجعوا من السفر وروحوا على البيت. يوسف، هو ده بيتنا؟ متأكد يعني؟ لا اكيد احنا دخلنا هنا غلط. انا فاكر كويس قوي انهم بيستقبلونا كل مرة بمشاكل وكمان صريخ وكام جهاز كده متكسر. هو ايه اللي حصل؟ ايوه دي راف كمان بتعيط كل مرة ولا كأنه جلدها. راف نزلت تجري بفرحة. مامي بابي انتوا وحشني قوي، اتأخرتوا قوي وطولتوا جدا. وانت كمان يا حبيبتي. امال فين راكان؟ لا يا راف، لا ابوس ايدك، اوعي تكوني قتلتيه. لا. واضح انك راجع رايق قوي يا بابي. راكان دخل من باب. ايه ده، جيتوا بدري يعني؟ ده انا خرجت عشان اجيب فطار حلو. خدي يا رافا جاهزيه عقبال ما اسلم عليهم واطلع الشنط بقى. اوكي حاضر يا راكان. جبت لي بقى العصير اللي انا بحبه اللي قلت لك عليه؟ طبعا، هو انا يعني هنساكي؟ وجايب لك كمان زياده. سلم عليهم راكان وراح يطلع الشنط. انت سمعت اللي انا سمعته؟ رهوفه والعصير اللي هي بتحبه، وقال لها كمان تقريبا جبت لك زياده. اوعي تنسي كلمه حاضر. رهف قالت حاضر لراكان، انت متخيله؟ بقول لك يا نور، اكيد في حد عمل سحر بقى للعيال، صح؟ طب بقول لك ايه، ده بقى انا اعتبره سحر اسود ولا ابيض؟ بصي احنا لازم نعرف مين عشان نشكره جامد قوي، ما هو مش معقول اللي بيحصل ده. عدت فتره واتحسنت العلاقه بين راكان ورهف وقربوا الاتنين من بعض. بعد 3 شهور. يا عم انا عايز اعمل عيد ميلادي هناك، انت مالك؟ وانا قلت لا، المكان بايخ قوي وصاحبه بقى ابوخ. انت غيران على فكره عشان صاحب ولد معانا وشايل مسؤوليه ومحترم، وانت شايفه بينافسك بقى على المثاليه، صح؟ طب على فكره بقى انت عيله هبله قوي وانا مش هرد عليكي. ينافس مين يا ماما؟ وبعدين على فكره بقى ده ولا محترم ولا نيله، ده ماله؟ انجز عشان اعرف احجز ولا لا. ما اقدرش بصراحه اكذب، الولد يعني محترم بس انا مش بحب المكان يا جدعان. يس انا اللي كسبت. بابي يلا احجز. ماشي تمام احجزه، انا مالي، انا خارج مع الشباب، يلا سلام. وراكان رجع بالليل. ما لسه بدري على فكره، انت اتاخرت جدا، وبابي بقى كان مصمم يستناك عشان يزعقلك، وانا بالعافيه اقنعته انه يطلع ينام، فاستعد بقى لبكره يا حلو. لا كتر خيرك، فارق معاكي قوي انا، صح؟ طبعا فارق معايا يا راكان، وبعدين ما احنا حلوين. مالك متحول كده ليه؟ يا سلام، مالي؟ ها مالي ايه؟ ما انا كمان حلو معاكي اهو وزي الفل. راكان انت بتعمل كل دوت عشان حجزنا المكان، صح؟ يا سلام، مين جاب دلوقتي سيره الزفت ده؟ ولا انت بقى لازم كل شويه تحشري في الكلام؟ انا مش فاهم انا ايه زفت وتحشري دي؟ من امتى وانت بتتكلم معايا بالطريقه دي؟ راف انا متعصب على اخري واسف جدا على طريقتي، بس لو سمحتي سيبيني في حالي. لا بقى انا مش هسكت ولا هسيبك، عشان انا عايزه اعرف دلوقتي حالا ايه لازمه حركاتك دي. ونزل يوسف ونور. اهلا بالاستاذ، راجع لي اخر الليل وصوتك كمان بيصحي الميتين. ايه ده يا يوسف، في ايه؟ وانتوا فهمونا في ايه؟ مش كنا خلصنا من الحركات بتاعتكم دي؟ انا اسف عشان صحتكم، واسف يا بابا عشان تاخير، بس انا فعلا مش تمام ومحتاجه بقى لوحدي. لا يا راكان مش هتطلع غير بقى لما تفهمني انت ليه متضايق منه. شايفين هو عامل كل دوت عشان المكان اللي انا هحجزه لعيد ميلادي. ايوه يا رب سابه عشان الزفت معجب بيكي وانا غيران عليكي. انا مش عايز حد يقرب منك، انا بحبك وحقي اغير. راكان اتنفس بصعوبه وسط صدمه الكل. انا اسف، ما اقصدش، عن اذنكم اطلعوا ناموا انتوا والصبح نتكلم. انا اروح لراكان يا نور، تمام؟ دخل يوسف الاوضه. انا اسف يا بابا، انا عارف اني غلطت وعارف اني خنت الامانه، بس غصب عني انا بجد. سكت راكان واتنهد. قعد يوسف جنبه. يا ابني الغلط عندي انا، كان المفروض افهم ان انت شاب وكبير واكيد هتحس بحاجه ناحيتها، والمفروض ما كناش قعدنا كلنا كده. انا اللي مرعتش كل ده، حقك عليا يا ابني. وقول لي هنا، هو انت كاتم كل ده في قلبك من زمان؟ يا عم كنت صارحني، على الاقل كنت انصحك يعني تعمل بنت حلو عشان توافق عليك، بدل ما يبقى اول حب ليك متدمر كده ولا ايه؟ ايه المساواه دي؟ بتاكد لي يعني ان انا قلبي هيتكسر، صح؟ ده انت اب حنين قوي. يلا بحاول اخليك تستوعب الصدمه. اوعدك بقى لو اترفضت هغير لك العربيه عشان تعرف على بنات احلى واكتر. قشطه؟ بابا روح نام يا بابا، هيبقى ارحم. يلا يا بابا. لا يا عم انا هنام هنا عندك النهارده عشان ابني مجروح، الم بقى اللي اتكسر ولا ايه؟ وتاني يوم يوسف راح لنور. نور، انا يعني عايزه اعتذر لك عن اللي حصل يعني،
بس هو كدلك انا، هو ما تخطاش حدوده وبيحاول يحميها ويحافظ عليها دايما مش عارفه اقول لك ازاي يا يوسف، بس رهف كمان اعترفت لي انها بتحبه، وكمان مطلوب بقى منكم انكم تيجوا في الصالون تحت عشان كمان تطلبوا ايديها. ايه رايك بقى؟ هو ده بقى اللي اتقال عليه زيتنا في ايدينا. اقابلك في الصالون الساعه 5. حلو قوي. اكون بقى جهزت العروسه. على الساعه 5 كان ركان قاعد جنب يوسف، كان قاعد باحراج وقدامهم رهف ونور. مدام نور، انا جاي لكم الزياره دي مخصوص، مع ان يعني الطريق كان زحمه قوي من الدور اللي فوق لهنا، لكن موضوع بقى خير ان شاء الله. انا بطلب ايد بنتك رهف لابني ركان. يا بابا ايه الهبل ده؟ انت نفسك بقى تشمت فيا ولا ايه؟ جرني وراك بنص بيجامه والنص اللي فوق بقى عليه قميص، وكل ده عشان كده؟ هو انت نفسك يعني ترفضني رسمي عشان تفرح انت يا بابا؟ ومين قالك بقى ان انا هرفضك؟ هو صحيح يعني شكلك دلوقتي مش ولا بد، ولو حد غيرك كنت طلبت مستشفى مجانين، لكني موافقه عليك. نعم، هي قالت ايه؟ موافقه عليا انا؟ ده بجد ولا ايه؟ مش بتهزري صح؟ لا اصل انا كمان بصراحه يعني كده اكتشفت ان انا بحبك ومن زمان يا ركان. ابتسم ركان. احلفي مش بتهزري صح؟ عشان انا اقسم بالله بحبك بجد وهفرح، والله هفرح. لا افرح براحتك، لاني بجد بحبك، واثقه ان انت دايما هتحميني، وهكون مبسوطه وهكون مطمنه معاك انت وبس. بس حلو قوي كده، وجوزكم بقى علينا احنا ونخلص من القرف بتاعكم. الف مبروك يا ولاد. ولحد هنا خلصت القصه خالص، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.